المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مناقشة تنفيذ قوانين منع تعاطي السجائر والتبغ في مديرية نافع. فرع القانون والنظام بالأوسط يدعو لتوخي الحذر عند شراء البضائع المعبأة. العمل لتنمية التبرع بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر. بايدن يلتقي رئيس الفلبين ويحذر الصين. التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.6% في 2024. وروسيا تنجح في إطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد اجتماع في مديرية نافع مع ممثلي السكان ومقدمي الخدمات والطلبة وموظفي الحكومة وغيرهم لبحث تنفيذ قوانين منع استخدام السجائر والتبغ في الأماكن العامة في المديرية. وأوضح مساعد التمريض عبد الله عثمان من مكتب الصحة بالمديرية العواقب الصحية والأضرار الاقتصادية والبيئية للتدخين وتعاطي التبغ، داعيا إلى تعزيز وعي المواطنين والشركاء لتطبيق القوانين الصادرة على المستوى الوطني. وذكر رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد تسفاي إيوب جميع أفراد المجتمع بالمساهمة في هذا الصدد، وخاصة الشباب، لإحداث التغيير السلوكي، منوها كافة الجهات القيام بالعمل المنسق لتنفيذ برامج مستدامة في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه تم توزيع 27,600 ناموسية في 11 ضاحية بالمديرية، وكذا تنفيذ حملات نظافة ورش الأدوية لمكافحة مرض الملاريا وفقا لوكالة الأنباء الإريتريا إيرنا. حث فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط المواطنين على توخي الحذر الشديد بشأن حالة العبوة واللون والرائحة عند تاريخ انتهاء الصلاحية عند شراء المواد الغذائية والمشروبات المعبأة. وقال المفتش في السهية يعبي عضو الفرع لوكالة الأنباء الإريتريا إيرنا إن المواد الغذائية والمياه المعبأة المستوردة عبر قنوات مختلفة من المحتمل أن تكون منتهية الصلاحية وفاسدة بسبب الظروف المناخية. وأضاف أن الفرع سيقوم بإجراء مراقبة جدية وإجراء فحوصات مخبرية إذا لزم الأمر. وأخيرا حث المفتش في السهية التجار على مراقبة حالة السلع الاستهلاكية التي يبيعونها وإزالة السلع الفاسدة بأنفسهم. وفي الوقت نفسه أصدر فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط إشعارا بسحب مياه إمارات المعبأة من السوق، وذلك جراء النتائج التي أوضحت عبر المختبر. نظمت الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم فرع إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب حملة لتعزيز التبرع بالدم الطوعي من خلال رفع مستوى الوعي حول التبرع بالدم. وسلطت المحاضرة التي ألقاها العاملون في مجال الصحة الضوء على أن التبرع بالدم هو ممارسة جيدة يجب غرسها كثقافة، لأنها وسيلة للمتبرعين لمعرفة فصيلة دمهم وحالتهم الصحية. وذكر رئيس فرع جمعية المتبرعين بالدم التطوعي بالإقليم السيد عثمان عبد القادر ذكر أهمية وجود الفرع في الإقليم ومساهمته حتى الآن، حاثا الشركاء على زيادة تعاونهم، حيث من المقرر إجراء حملات مماثلة في المديريات الأخرى بالإقليم. قال سكان منطقة سقار في ضاحية أشرا بمديرية حقات إقليم عنسبة إن التجمع في مكان مستقر ساعدهم للحصول على خدمات اجتماعية مناسبة، ودعوا سكان القرى الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقال السيد حسن ياسين مدير ضاحية أشرا إن عملية التجمع بدأت في عام 2019 وتم تجميع 100 أسرة حتى الآن، وقد أنشئت في المكان الذي
أسست فيه هذه الأسر خدمات صحية وتعليمية وأيضا خدمات المواصلات والكهرباء. وفي الوقت نفسه قام موظفو الحكومة في المديرية وأفراد الشرطة والشباب بحملات نفير تنموي في منطقة دعروتاي. وذكر السكان والسائقون أن إزالة أشجار المسكيت التي تسببت في مشاكل في الرؤية في خدمات النقل خففت من حدة الحصاد الذي نظمه مركز شرطة المديرية. وقال قائد مركز الشرطة السيد نقاسي تخسي لوكالة الأنباء الإرتريا إرينا إن المهمة تأتي في إطار الجهود المبذولة للقضاء على حوادث المركبات وعواقبها، مشيرا إلى وضع برنامج مماثل في ضاحية جلاس. وفي الختام حث المشاركون على الاهتمام بالطريق الإسفلتي من فردقي إلى دعروتاي لأنه أصبح صعبا على المركبات. يقوم سكان 7 قرى في مديرية صورونا بإصلاح طريق ترابي يؤدي إلى قراهم بمساعدة الآلات، ويبلغ طول الطريق الذي تضرر بسبب السيول وأدى إلى صعوبة مرور المركبات 15 كيلومترا. وقال مدير ضاحية جنزبو السيد قرماي برهي لوكالة الأنباء الإرتريا أن السكان يعملون بحماس كبير داعيا إلى توفير الأسلاك التي تساعد في بناء مدرجات بالأسلاك. من جانبهم حث أعضاء لجنة التنمية الذين يقودون العمل على الاهتمام بالعمل الجاري باعتباره حلا مؤقتا وليس حلا دائما. وقال المشاركون إنهم يواجهون صعوبات في خدمات النقل بشكل عام والمرضى بشكل خاص، وذلك بعد تضرر الطريق بسبب السيول خلال موسم الأمطار، مناشدين شركة حارات لفتح خط مواصلات إلى قراهم. مشاهدينا الأكارم، كنا قد تابعنا نشرة الأنباء المحلية، ولكن فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفلبينية في بحر جنوب الصين سيستدعي تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين واشنطن ومانيلا، موجها بذلك تحذيرا للصين التي تتنازع مع عدد من جيرانها السيادة على هذا البحر. وأضاف بايدن في تصريح أدلى به خلال قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعته بالبيت الأبيض مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفلبين لا يتزعزع، وترتبط واشنطن باتفاقية الدفاع المشترك مع مانيلا، وكانت أعلنت مرارا التزامها الصارم بالدفاع عن الفلبين ضد أي هجوم مسلح في بحر جنوب الصين. وقد أصدرت الدول الثلاثة بيانا وصفت فيه التدريبات العسكرية الصينية في بحر جنوب الصين بالسلوك الخطير، كما أعلنت القادة الثلاثة تسيير دوريات مشتركة في المحيطين الهادي والهندي خلال العام الجاري. ذكر أحدث تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية أنه من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024. ووفقا لتقارير آفاق وإحصاءات التجارة العالمية، فقد شهد حجم التجارة العالمية في البضائع انخفاضا بنسبة 1.2% العام الماضي، لكن يتوقع أن يرتفع بنسبة 3.3% في عام 2025. وتوقع التقرير أن تلعب آسيا دورا كبيرا أو أكثر أهمية في تجارة البضائع العالمية، حيث من المتوقع أن تسهم بنحو 45% من إجمالي الصادرات العالمية وأكثر من 80% من الواردات. ويرتبط التناقض بين النمو المضطرد لإجمالي الناتج المحلي وتباطؤ حجم تجارة البضائع بالضغوطات التضخمية، حيث أن لها تأثيرا هبوطيا على استهلاك السلع كثيفة التجارة وخاصة لدى كبار التجار. نجحت موسكو في إجراء إطلاق تجربتي لصاروخ جديد ثقيل من مجمعها الفضائي في الشرق الأقصى في عملية تأتي بعد محاولتين فاشلتين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكانت محاولة الإطلاق الأولى لصاروخ إنجارا إيه 5 من ميناء
فوستوتشني الفضائي قد ألقيت قبيل نحو دقيقتين من وقت الإطلاق بسبب عطل في نظام الضغط في خزان المؤكسدة، وحدة تقوم بتخزين الأكسجين اللازم للمحركات للعمل في فراغ الفضاء الخاص بالكتلة المركزية للصاروخ. وقال يوري يوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية ريسكوزموس إن المحاولة الثانية فشلت هي الأخرى بعدما سجل نظام الأمان الآلي خللا في ليلة التحكم في تشغيل المحرك. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم بتذكير أهم وأبرز العناوين. مناقشة تنفيذ قوانين منع تعاطي السجائر والتبغ في مدينة أوفر. فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط يدعو لتوخي الحذر عند شراء البضائع المعبأة. العمل لتنمية التبرع بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر. بايدن يلتقي رئيس الفلبين ويحذر الصين. التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.6% في 2024. وروسيا تنجح في إطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء. مشاهدينا في كل مكان، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.